عمرك حسيت ان انت السبب ان حياتك واقفة؟ بتحارب وبتحارب وتحارب، لكن في الاول وفي الاخر بترجع تاني لنفس النقطة. الكتاب ده بيقول لنا ان الجبل اللي انت واقف قصاده هو انت شخصيا. الكتاب اللي معانا النهاردة اسمه The Mountain is You، للكاتبة بريانا ويست. هو مش كتاب عن تطوير الذات قوي يعني، هو كتاب عن الشجاعة انك تبص للجزء اللي موجوع جواك وتقول له كفاية كده. بس يا ترى ايه هو الجبل؟ بريانا بتقول لنا إن الجبل هو كل الحواجز اللي جوانا، الخوف والقلق والشك والتراما القديمة والعادات اللي بتأذيك وانت عارف إنها بتأذيك بس مش قادر تبطلها. بس الخبر الحلو بقى إن دي مش عقبة وبس، الجبل فرصة إنك تطلع فوقيه وتشوف الصورة من فوق بشكل أعمق وأوضح كتير. بس هنا لازم نسأل نفسنا سؤال مهم، ليه إحنا بنعمل سيلف سابوتاج لنفسنا؟ ليه بنخرب على نفسنا كل حاجة حلوة بنعملها؟ أول ما نبتدي ننجح نروح ضاربين فرامل وراجعين لورا تاني، او عاملين اي حاجه تبوظ الموضوع. السؤال ده وجعني انا بشكل شخصي، ويمكن عشان كده عايزه اركز عليه شويه. انت مش بتخرب الدنيا على نفسك عشان انت غبي او ضعيف، الحقيقه انك بتعمل كده عشان في جزء جواك مقتنع انك ما تستحقش حياه افضل من كده، ما تستحقش وضع احسن من اللي انت فيه. عقلك الباطن بيحاول يحميك من خيبه الامل اللي هتحصل لو انت حاولت وفشلت، او حاولت تتغير وفشلت وما ارتحتش. بيحاول يحميك من التغيير عن المألوف، بس النتيجة انك بتفضل مكانك وبترجع تلوم نفسك اكتر، وندخل في لوب ما بتخلص. سؤال كمان، ايه هي دوائر التكرار؟ دوائر التكرار بريانا بتقول ان هي انماط كلنا بنقع فيها، علاقات بنرجع لها برغم انها سامة واحنا عارفين كويس جدا انها سامة، فرص بنضيعها عشان احنا خايفين، اهم انترفيو في حياتك ما تروحوش، اهداف بنحطها بس ما بنكملهاش. وهنا الكتاب بيقول لنا مبدأ مهم جدا: until you heal the root the pattern will repeat. لحد ما تعرف المشكلة فين وتعالجها وتحط ايدك عليها، هتفضل تعيد نفس القصة عشان توصل لنفس النهاية لحد ما تتعلم. وانا بقرا الكتاب ده حسيت ان انا ماسكة مراية وحطاها قدامي، بشوف نفسي فيها، وبشوف كل المرات اللي قللت فيها من نفسي عشان خاطر حد، أو استنيت حد يختارني، أو خفت أتكلم عشان بس ما حدش يزعل. المهم إني في وسط القراية لقيت جملة مهمة جدا: You don't become a new person, you just stop being the old one. أنت مش محتاج تتحول لشخص جديد، أنت محتاج بس تبطل تكون النسخة القديمة من نفسك، تسيب النسخة اللي اتعودت عليها، اتعودت تكون خايفة وساكتة أو صغيرة. في نهاية الكتاب اكتشفت حاجة لطيفة جدا: طب ما لو الجبل جواك فعلا، يبقى كمان القوة عشان تتسلقه وتطلع فوقيه جواك برضه. مش لازم نوصل للقمة النهاردة يعني، مش مستعجلين، بس كل خطوة بتاخدها لفوق هتفرق، كل خطوة هتاخدها لقدام هتفرق. لو حسيت ان كلام الكتاب لمسك، اعمل لايك عشان يوصل لحد تاني محتاج يسمعه، واعمل شير لصاحبك أو صاحبتك، واشترك في القناة لو حابب نتكلم مع بعض في كتب وتأملات عن قراءات فيها. وقولولي في التعليقات ايه اكتر عادة او فكرة بتحس ان هي دي الجبل بتاعك، الجبل اللي جواك. انا هقرا كل كومنت، يمكن نعرف نطلع الجبل سوا. لو اول مرة تشوفوني، انا رشا، وده على جناح حكاية.